الدين اللي بنشتري معلب من السوبر ماركت عملناه في البيت، اقسم بالله احلى بكتير من انك تشتري بره. وتعالوا شوفوا بسم الله ما شاء الله. ده الحراق اهو اللي حاطين معاه فلفل، وده اللي هو بالزيت بس، يعني حاجه دايبه دوب. انا مش عارفه اخرجها اصلا من البرطمان من كتر ما هي يعني قاعده مستويه بقى بطريقه صحيه. بصوا الذوبان. يلا بينا نشوف الوصفه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. النهاردة طبعا رحت السوق ولقيت السردينة الحلوة اللي بتتعمل سردين معلب. طبعا احنا عارفين الاسعار دلوقتي بقت عاملة ازاي، يعني جربوا تعملوا التونة في البيت، السردين في البيت، اعملوا كل حاجاتكم في البيت، هتلاقي خير في بيتك كده بصراحة. ولما بتعمليه بايدك بيبقى احسن بكتير، من غير مواد حافظة، من غير ما تدفعي فلوس كتير والكلام ده. فدايما اتعلمي الحاجة واعمليها في بيتك. يعني انا مش اشطر منك عشان اعمل حاجه وانتي مثلا قاعده تتفرجي عليا وخلاص، لا. انا او غيري اتعلمي، شوفي فيديوهات، شوفي حاجات تانية، يعني فيديوهات كتير، وتعلمي كل حاجه تعمليها في بيتك علشان يبقى على طول بيتك فيه خير ويبقى فيه كل حاجه كده موجوده، مش كل حاجه تروحي تشتريها. طبعا انا النهارده طبعا انا ما بستغناش عن المواضيع دي، بس الحقيقه انا لحد دلوقتي لسه ما عملتش التونه. يعني كل سنه بخزنها، بس السنه دي ما خزنتهاش، مش عارفه لو لقيتها كويسه في اي وقت هجيبها واعمل لكم بيها فيديو. لقيت السردين ده الحقيقه، السردينه اللي هي بصوا قربوا معايا كده، اللي هي تحس ان هي عليها زي سفه خفيف كده. بصوا انا من غير ما اغسلها ومن غير ولا اي حاجه حبيت اوريها لكم. دي اللي بتتعمل سردين معلب. خلاص، فانا قلت هعملها معاكم ان شاء الله باذن الله كده. دلوقتي هنعملها مع بعض. طيب بنضفها ازاي؟ بصوا انا بقص الراس بالشكل ده كده اهو، وبسحب بقى البطن اهي بايدي بالشكل ده. اصلا السردينه دي بالذات تحسي ان هي يعني ما شاء الله فيها زي زيوت كده، فبتخلي طعمها في العلبه حلوه قوي 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 الصراحه. هقص بقى اللي هي ايه زي دي كده عشان يبقى شكلها مظبوط اهو. بصوا بطنها ما فيهاش ولا حاجه خلاص، غير ان يا دوبك بس هغسلها. اعمل واحده كمان معاكم علشان نشوف هنعمل ايه، علشان نشوف بعد كده هنعملها ازاي اهو. ممكن تشيلي دي كده اهو. طبعا السفة اللي بره واللي جوه كمان، بالخل والسوى ما بيبقاش فيه اصلا اي اثر خالص. بتبص تلاقيه استوى خالص كده، مش باين فيه خالص. بصي اهو، همسكها بقى اغسل، اعملها بالشكل ده كله واغسلها غسله كويسه، ونرجع مع بعض نشوف هنعمله ازاي. كده غسلنا السردين بتاعنا، عايزه اوريكم اهو خالص. طبعا السفه اللي عليه من فوق ده حبه تشيليه شيليه، حبه تسيبيه، اصلا الخل يعني بياكله قوي، تحس انه اتهرى يعني. هنجيب برطمانات بقى مغسوله ومعقمه عندنا بالمنظر ده كده، وهنرص فيه السردين بالشكل ده، واحده عكس التانيه، يعني عشان ايه ياخد مكان اكبر، يعني بحيث ان ما يبقاش فيه فراغات يعني كده اهو. بصي واحده كده وواحده كده اهي كده، واحده العكس. هنملى البرطمان بتاعنا كله بنفس الطريقه، رصيه كله لحد البرطمان ما يتملي تماما، وبعد كده هنقول هنحط ايه ونعمل ايه تاني. عبيت بقى السردين بتاعك، اي كميه لازم تتعبى بالمنظر ده. بصوا يعني اعملي بقى خزين السنه، هاتي بقى 3 4 كيلو براحتك على حسب انت بتحبيه ولا لا، يعني بتعملي الكميه بقى كبيره، مش هيبقى برطمانين بس انا عملت الصراحه جبت نص كيلو بس عشان اوريه لكم، لان انا كده كده على طول الحاجات دي عندي ما يعني انا تقريبا عندي من السنه اللي فاتت اصلا. خلاص، فعندي دلوقتي حبيت اجيب نص كيلو عشان اعمل لكم عليه السردين ازاي بتعمليه. خلاص، بعد ما عبيناه بالشكل ده هنعمل ايه بقى؟ هحط عليه، عايزه اعمل واحد بالزيت بس، وواحد اللهم صل على النبي بالشطه، يعني واحد يبقى ايه مشطشط زي ما بتشتريه كده من اي مكان، بيبقى واحد فيه حراق وفيه بارد. طيب البارد الحراق، هنبتدي بالحراق الاول. هنزل بقى بقرون من الفلفل، اي فلفل ان شاء الله، فلفل ناشف. انا عندي ده، طالما عندي ده قلت اعمله كده اهو. احط كده ايه فلفلتين 3 كده من الفلفل الاحمر. ممكن زي ما قلت لك تحطي فلفل ناشف، مش شرط تحطي يعني فلفل زي ده يعني، لان ده مش متوفر الحقيقه في السوق على طول. اقسمي بقى القرن 2، تحطيه بحاله براحتك زي ما انت عايزه، بس انا بقسمه 2 لاني عايزاه يبقى مشطشط. خلاص اهو، حط كده. الفلفل ده انا كنت حاطاه في الفريزر عشان لو حد يعني خد باله ان هو ايه، هو دبلان ليه كده شويه، انت سلقاه ولا ايه؟ لا مش سلقاه، هو الحقيقه محطوط في الفريزر اهو. خلاص كده، هحط عليه ايه بقى على اللي هو الحراق. هحط على الحراق شويه شطه كمان اهو،
وطبعا ما بيبقاش حادق، بس بيبقى عليه نسبة ملح، فهحط بصوا حاجة ملح بسيطة قوي قوي كده، اللي هو يعني تديله طعم. وهروح طبعا ايه اللي بيخلي الشوك بتاعه يتهري واي حاجه، يعني في شوكه كده في السلسله اما نجيب علبه سردين ونيجي نهرسها كده الشوك اصلا بيتهرس مع السردين من كتر ما هو دايب. اللي بيخليه يدوب الخل، يعني ما تحطي عليه خل هو ده اللي بيخليه ايه يدوب معاكي. هنحط تقريبا معلقه، يعني معلقه ايوه مش كتير، يعني معلقه ونص كده من الخل اهو. بصوا شويه صغيرين قوي هنا في القاع. وبكمل بقى بروح حاطه تقريبا، يعني مش هملاه زيت، هسيب مسافه لان السردين لسه لما يجي يستوي هينزل ميه. الميه بتاعت احنا ما بنحطلوش ميه طبعا، بس سيبوا له نفس لان احنا لسه هو ما استواش ده ني، فكده كده اكيد هينزل شويه سوائل لما نحطه يستوي. خلاص تعالوا بصوا قربوا بس كده اهو. زيت تحس ان هو مليه لان البرطمان ما شاء الله انا مزنقه جامد في السردين، مليه اهو. بس برضو ما تحطيش للاخر، اعملي حساب السوائل اللي هتنزل من السردين. خلاص يبقى حطينا ايه، حطينا الفلفل وشطه وشويه ملح صغيرين وزيت وخل. خلاص بس انا حاسه ان الشطه قليله الحقيقه، فاحط شويه كمان كده لان احنا بنحبه مشطشط قوي. انتي بقى براحتك، ممكن تحطي هريسه الشطه على فكره، فلفل احمر المطحون، وممكن تحطي عليه صلصه، يعني ممكن تعملي بصلصه اللي هو يبقى ايه سردين لونه احمر كده بالصلصه. بس انا الحقيقه احنا بنحبه بالشطه زي ما بنجيبه من السوبر ماركت، بيبقى بالشطه واللي هو الساده بالزيت بس. هنيجي بقى على الساده ده هنعمل فيه ايه. الساده ده هنزل عليه برده بحبه ملح، بصوا ما يجيش ربع معلقه، رشه بسيطه تديله طعم بس للطعم. خلاص. وهنزل عليه تقريبا برضو بمعلقتين من الخل اهو. وهروح مكمله كميه من الزيت. خلاص بس زي ما اتفقنا هنسيب نفس للميه السوائل اللي هتنزل من السردين. خلاص اهو بصوا اهو الزيت فيه كميه حلوه بس مش واصله للاخر عشان نعمل حساب الميه. خلاص. طيب اللي هو ده بقى اللي هو الساده ده ممكن نحط له اي اطعمه، ممكن تحط له كزبره، ممكن تحطي له اي طعم انت عايزاه، ولو حباه كده ساده زي ما انا عايزه كده براحتك. لكن انا الحقيقه عايزه واحد ساده وواحد بالشطه. هنزل بس بورقتين لورا كده للطعم بس. الرولة ورق الرولة طعم وحفظ، يعني لو عاملة كمية كبيرة تقدري تحفظيه من السنة للسنة، ما تقلقيش منه خالص. والله الطريقة دي اللي انا بعمل بها البرطمانات عامة بحفظها والله بجد بجد، يعني مربى والكلام ده بيقعد من السنة للسنة، لان احنا هنعمل له عملية بسطرة دلوقتي وهو كمان بيستوي بيتبسطر. خلاص يعني بيستوي وفي نفس الوقت بيقفل. طيب حاجه مهمه جدا، انا عارفه ان انا رغيت كتير بس كله كلام مهم. حاجه مهمه جدا البرطمان اللي هتقفلي الغطا اللي هتقفلي بيه البرطمان تكوني حريصه اولا ما يكونش الكاوتش ده اللي هنا ده مهري. بصي هنا في كاوتش اهو في البرطمان، لازم يكون البرطمان حالته حلوه، يعني يكون البلاستيك اللي هنا موجود، لان البلاستيك ده لما بتحطيه في الحل عشان يستوي هو بيقفل ويبستر لوحده. تيجي تفتحي البرطمان يديكي اللي هي التكه اللي هي بتاعت اي برطمان صلصه او اي برطمان مربى. الطريقه دي بتعملي بيها مربى، بتعملي بيها السردين، بتعملي بيها اي حاجه. هنقفل بقى البرطمان بتاعتنا كويس قوي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. تاكدي انك قافلاها حلوه قوي، ما تخليهاش تلف على الفاضي يعني. خلاص اهو بصوا اهي. واقفلي بقى كويس قوي 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 زي ما قلنا، وهي بتغلي عشان تستوي بتروح مبسطره. وهنروح حاطين البرطمانين بتوع السردين في بقى ايه، ممكن تحطي لو حاسه انهم ممكن يتخبطوا في بعض ممكن تحطي فوطه تحت. لازم بقى نحط الميه لما نحط البرطمانات بالشكل ده. لو انت خايفه انه يقعد يتكتك كده فيقع يتكسر حطي فوطه او اي حاجه تحت البرطمان، بس انا الحقيقه كل مره بعمله كده من غير فوطه. هنحط كميه الميه بقى بالمنظر ده. بصوا ميه على يعني ايه، تكون ميه فوق يعني مش قليله. بصوا اهو. وكمان الغطا كده ببومبيه، فالموضوع ايه هيقفل معانا قفله كويس. طبعا لو انت حاطه في حله غويطه الميه توصل لحد هنا يكون احسن يعني، بس انا برضو هزود شويه ميه كمان لان انا كده كده وهو بيغلي الغليان هيطلع الميه لحد هنا. انا عايزه الميه توصل لاخر السردينه. خلاص هبعدهم عن بعض كده عشان وهما بيغلوا، وهروح اولع عليهم النار. اول ما يغلوا هقول لكم هنعمل فيه ايه ونسيبه وقت قد ايه. طبعا بصوا الغطا اهو يعني واسع كده من فوق اهو كده، فهعرف اغطي بيه الحله بتاعتي كويس. خلاص هروح اولع عليه بقى يغلي وبعد كده نشوف هنعمل ايه تاني. نشوف بعد ما غلي اهو
بسم الله ما شاء الله الميه واصله لحد هنا. خلاص طبعا خليه بعيد كده، او حطي حاجه زي ما قلت لك عشان هو بيغلي ما يخبطش في بعضه فيقوم البرطمان لا قدر الله يتكسر. بعد الغليان بنعمل ايه بقى؟ توطي عليه شمعه كأنك بتعملي فول او بتعملي حاجه، يعني حاجه كده على نار هاديه قوي زي الفول، يعني تدمسي له النار زي الفول. خلاص ههدي النار خالص عليه شمعه. وبيقعد قد ايه على النار؟ بصي بقى يا ستي، ممكن يقعد من ساعتين 3. خلاص انا برضو هشوف هيقعد قد ايه، لان انا برضو ببقى عارفه هو شكله بيبقى عامل ازاي بعد ما يستوي. وبعد ما يقعد هقولك قعد كام ساعه بالظبط. انا ههدي النار واوطي عليه خالص واسيبه بقى يتدمس، علشان يبقى كده اما تطلعي السردينه كده تلاقيها متدمسه من جوه. خلاص هنغطي بقى ونوطي ونهدي النار ونرجع لبعض تاني بعد ما يستوي. سبت السردين بتاعي على نار هاديه لمده ساعتين. تعالوا بقى نشوف الدنيا عملت ايه. بصوا بسم الله ما شاء الله. اولا الميه نقصت تماما، الميه كانت لحد هنا. خلاص بندمسه على نار هاديه زي ما اتفقنا. طبعا موضوع الخل مش بس عشان يسويه ويهري سلسله والكلام ده، لا كمان بيشيل الزفاره تماما. خلاص يعني معلقه الخل اللي بتحطيها بتشيل الزفاره تمام. طب تعرفي منين؟ بصوا اولا الميه اللي نزلت منه، البرطمان بيغلي وهو جوه الحله. بصوا اولا بصي تيجي تلف فيها كده، مش اللي هي زي ما كنت حاطه السردين مكبوس كده، لا عشان استوى. بص تلاقي السردينه لمت في بعضها والبرطمان ساب بالشكل ده اهو. يعني ما كانش سايب كده، كان مزنوق يعني بمعنى صح. طبعا عايزه اوريكم كميه الميه اللي نزلت منه. بص كميه الميه اللي نزلت من السردين. طبعا وكاتمين بقى البرطمانات كويس قوي، مكتومه جامد. فطبعا ريحه السردين الحلوه دي بتطلع بقى في قلب البرطمان من جوه من غير ريحه زفاره، لان قلنا معلقه الخل بتشيل الزفاره تماما. بصوا الميه اللي نزلت مش كتير خالص، وكده البرطمان ايه استوى 100%. عايزه اوريكم التاني كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الغليان، البرطمان كان بيغلي وهو جوه الحله اهو. اهو بصي ساب خالص من البرطمان كده، يعني السردينه بيحصل لها زي عمليه انكشت شويه كده. خلاص كده استوى خلاص. ساعتين بالظبط على نار هاديه. طيب هينفع نفتحه دلوقتي؟ لا طبعا. كده البرطمان بتاعنا اتبستر 100%. لو هنحتفظ بيه زي ما قلنا لمده سنه لو عايزه. طبعا بصي لو عملتي ايدك كده والبرطمان بايظ هتلاقيه بيعمل صوت تك 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 كده. طيب هو بستر ازاي؟ اولا بيشفط الهواء وهو بيغلي، بيشفط بقى الهواء اللي في البرطمان كله، فالبرطمان يرجع يبستر تاني زي اللي بتشتريه من المحلات بالظبط. خلاص انا باكد عليكم المعلومه. طبعا هتحفظيه، اوعي تفتحيه عشان تشوفيه وتقفليه تاني، لا خلي لك برطمان من البرطمانات اللي انت هتفتحيها، يعني برطمان واحد تفتحيه، مش تفتحي البرطمانات كلها لان كده بتفك عمليه البسطره بتاعته. افتحي برطمان واحد لو عايزه تاكلي منه او تشوفيه او تتاكدي ان هو الباقي اتبستر كويس 100%. هنسيبه بقى، هنقلبه بالمنظر ده. بصوا يعني همسك البرطمان كده هحطه كده اهو بالمنظر ده كده على الفوطه على الرخامه لحد ما يبرد تماما، وهفتحه بقى اوريكم جمال السردين بتاعنا. كده سبت البرطمانات بردت تماما. عايزاكم بس تقربوا كده. بصوا النص ده زيت والنص التاني ميه اللي خرجت من السردينه نفسها. هنفتح بقى البرطمان ونشوف جمال السردين بتاعنا عامل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بصوا جماله بسم الله ما شاء الله، حاجه كده يعني مش هتشتريه تاني من بره. تعالوا بقى نبص هنا فوق كده ونفتح البرطمان بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. سمعتوا التكه؟ التكه دي يعني انت كده حافظاه يقعد معاكي طول ما انت مش فاتحاه سنه كامله. سنه بره الريحه اقسم بالله اول ما قالت تك كده الريحه مش عايزه اقول لكم طلعت الريحه عامله ازاي، حلوه جدا بدون زفاره. التكه دي طول ما انت ما فتحتوش سيبيه بقى بره سنه كامله. فتحتيه هتاخدي منه لازم يخش التلاجة. خلاص هفتح البرطمان التاني لان هو كده كده احنا مش هنقعده سنه، يعني دول برطمانين مش هنقعدهم سنه. بسم الله الرحمن الرحيم. سمعتوا التكه؟ التكه دي الدليل ان البرطمان بتاعي سليم. والكاوتش قلنا زي ما اتفقنا لازم يكون الكاوتش ده سليم 100% عشان يقفل معاكي البرطمان بالشكل ده. هنخرج بقى كده ايه من ده ومن ده. بسم الله الرحمن الرحيم. خرج كده اللي هو من غير الشطه ده الاول، اللي هو الساده اللي من غير شطه. بصوا مش عايزه اقول لكم والله ما راضيه يعني دايبه دوب، عايزه اطلعها لكم بس سليمه كده دايبه دوب. بسم الله ما شاء الله ريحته تحفه، حاجه بقى معموله في البيت. وهتشوفي كمان السلسله دايبت خالص معلقه. بصي انا عايزه اوريكي بس كمان. بصي السلسله مش موجوده، اختفت.
زي اللي بتجيبي من بره واحلى، بدون كمان ريحه زفاره. يعني انا ساعات اجيب العلب من بره والله العظيم بتبقى ليها ريحه زفاره، لكن ده بسم الله ما شاء الله حاجه كده مضمونه 100%. اوعي بقى تبخلي عليا باللايك، يا ريت اللايك لو سمحتوا عشان يرفع الفيديو. بصوا جمال السردينه حلوه قوي قوي. ونحط بقى شويه زيت من ده كده وشويه ميه كده. بصوا اهي يعني مش بتك على الشوكه اصلا. ساعتين خلي حتى الشوك من جوه داب اهو. خلاص، يا رب يكون الفيديو عجبكم. شكرا ليكم، سلام عليكم.